السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات عبد الرحمن. ان شاء الله نلقاكم بخير يا ربي. كما تشوفوا وصفتنا هذه النهار اليوم خبز. شو نقول لكم، واحد الخبز ما شاء الله يفوت وحده مع الحليب، يفوت ولا مع شريبه يفوت وحده. خبز يجي فشفش ويجي خفيف بدون دلك بدون تعب. هاد الوصفه اللي حتهنيك شويه من خبز تاع المخابز. يلا بينا نحضروه مع بعض. مقادير بسيطه. خبز تاعنا تاع نهار اليوم يسهل انكم تجربوه، وهاد الوصفه غير خبيها في عينيك كي راح تحتاجيها. خبز الله يبارك. نقولك يا حبيتي شوفوا كيفاش حضرت هاد الخبز ديالي. ما عليكم غير تبعوا لا فيديو حتى الاخير باش تكتشفوا هاد الخفه تاع هاد الخبز والطراوه ديالهم. يلا بينا نحضروا ألذ واشهى خبز يمكن انكم تجربوه. يلا بينا. واش راح نحتاجو في الخبز ديالنا؟ كما راكم تشوفوا ما كاش مكونات بزاف. عندي هنا 250 غرام تاع فرينه، عندي مغرف صغيره تاع مارغرين ولا زبده واش كان متوفر عندكم ما يعادل 10 غرامات، عندي 3 غرامات تاع الملح مغرف صغيره تانيك، عندي 22 غرام تاع السكر كي تقيسوها بالمغرف مغرف كبيره تاع العشاء، وعندي هنا 3 غرامات تانيك تاع خميره تاع الخبز يعني ديك مغرف صغيره. عندي هنا 60 مليلتر تاع الماء، وهنا عندي 120 مليلتر تاع الحليب. خبز قلت لكم ساهل وماهل. نبداو بسم الله. ندير اول حاجه السكر مع الخميره، نخلطهم مليح. نضيف عليه حليب. دائما نقعد نخلط غير بالمغرف. نضيف عليه الماء بسم الله. الملح والمغرف تاع الزبده. وهنا نجمعهم مليح. هنا راكم حتحصلوا على عجينه تكون شويه تتلاصق في اليد. هنا بعد ما لميتو كاع قلت لكم راكم حتحصلوا على عجينه تكون تتلاصق. نجيب نهبطو هنا. راح نشفو غير هنا غير بهاد لاكوبات. تدلكوه في البيتران. تقدروا تخلوه يدور دوره ولا زوج في البيتران. شوفوا قد ما راني نخدم فيها هكا قد ما العجين تاعكم تحسوه باللي راه ينشف. دوك هنا واش ندير، نرجعو هنا في الريسيبيون ونخليه يخمر مده 40 دقيقه. هنا كي يخمر 40 دقيقه نعاودو نولو باش نكسروا له الخميره مع بعض. عاودنا بينا معكم. هاوليك الخبز تاعي شوف الله يبارك بعد ما ضاعف في الحجم ديالو. قلت لكم هنا نكسروا له الخميره ديالو. يعني كي تشوفوا هذا الخيوط عارفوا باللي الخبز تاعكم خدا وقته في الخميره. نجيب نهبطو كامل. ونهبط كامل هذا الخبز.
نضيف عليه شويه تاع فارينه باش ما يسقليش في يديه. وهنا راح نقسمو كريات، نجيبهم كامل كيف ولا تقدروا توزنوهم. واللي ما عندهاش الميزان عينها هي ميزانها. هنا نقسموه بسم الله. هنا بعد ما درتهم كامل كريات قلت لكم اللي ما عندهاش ميزان تقسمهم على 6، عينها هي ميزانها، لازم يجوا كامل نفس الحجم. واللي عندها الميزان توزنهم 75 غرام. انا خليتهم هنا ارتاحوا مده 15 دقيقه. قلت لكم هذا الخبز ما فيهش دليك وشنو يحب الراحه. المول ديالي دهنته غير بالزبده، ما نديرلوش الفارينه، وندير فيه الكريات تاوعي. ديرهم كامل كيف هنا بعد ما ستفتهم كامل كما راكم تشوفوا كريات التاوعي. نخليه يعاود يخمر للمره الثالثه. الاولى كانت 40 دقيقه كسرنا له الخميره. كي درتهم كريات خليته قعد 15 دقيقه فوق البوطاجي ارتاح، ودوكا نزيد نخلي له 40 دقيقه واحده اخرى يخمر ونعاودو نولو. وهنا الفور تاعكم ماذا بكم تشعلوه، لازم يكون على اعلى درجه. نخليه يخمر ونعاود نولو. عاودنا ولينا معكم. هاوليك الخبز تاعي بعد ما خمر للمره الثالثه 40 دقيقه. شوفوا الله يبارك في الضعف الحجم ديالو. ندخلو على 180 درجه، مده الطهي تاعو تكون 15 دقيقه. نطيبو هنا كما كتشوفوا ما حندهنو والو من الفوق. كي يخرج من الفرن باش ندهنو ب10 غرامات تاع زبده، ندهنوه من الفوق. نخليه يطيب ونعاود نولو. هنا بعد ما خرجت الخبز ديالي من الفرن قلت لكم هنا دوبت 10 غرامات نتاع مارغرين ولا زبده، وندهن كامل السطح ديالو. وهنا لازم تخلوه يبرد مليح الخبز ديالكم باش تقدروا انكم تتناولوه. شوفوا هذا الطريق ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله برك انكم تجربوها ان شاء الله وينال اعجابكم. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.